عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين. تعالوا النهاردة بسرعة على السريع كده هقول لكم معلومة ازاي نفرق بين ورق العنب وورق التوت. طبعا بيظهر ورق عنب كده في فترة في السوق والكل بيفضل يقولك شوفوا اختبروا ده ورق عنب ولا ورق توت. يا جماعة كله بيبقى ورق عنب بس باختلاف نوع العنب. تعالى هوريكي شكل ورقة التوت اللي انتوا شايفينها معايا دي، شكلها مختلف خالص عن ورقة العنب. مفيش فرق، مفيش يعني وجه تشابه ما بين ورقة التوت وورقة العنب اصلا. بص ورقة العنب اخده شكل كده متفرعة بثلاث افرع كده، اما ورقة التوت اخده شكل القلب، هي متساوية كده زي ما انتوا شايفينها. لو كان متاح معايا كمان، عشان بعض الاقاويل بتقول ان هو برضو ممكن يكون ورق فراولة، لو كان متاح معايا زرعة ورقة الفراولة كنت وريتها لكم بس مش موجود. اللي عايزة اقوله لكم من الفيديو ده ان الفرق بين ورق العنب وورق التوت كبير جدا، وكل اللي بيبقى موجود في السوق ده ورق عنب بس باختلاف نوع العنب. يعني في عنب بناتي وفي عنب سكري، باختلاف انواع العنب كتيرة، فاختلاف شكل الورقة بيبقى واضح. فحبيت ان انا اعرفكم المعلومة دي، وان شاء الله باذن الله استنوني هنزل لكم فيديو تخزين ورق العنب في البرطمان بطريقة سهلة وسريعة جدا، يفضل معاكي لحد رمضان من غير ما يحصل له اي حاجة. سلام.